أنا اسمي غالية. بيقولوا إن كل حد ليه نصيب من اسمه إلا أنا. عمري ما حسيت إني غالية، والسبب حاجات كتير قوي حصلت لي، وناس كتير اتأذيت واتوجعت كتير، وشفت ذل محدش شافه. الحقني يا دكتور ممدوح. ايه اللي حصل يا هيام المرة دي كمان؟ هيكون ايه الجديد؟ انا حامل ولازم تلاقي لك حل المرة دي، مش هينفع كده. تاني يا هيام؟ والمرة دي من مين؟ حسام النضلة بعد ما قال لي هوعدك ان انت هنتجوز، وقعد بقى يعمل لي حوارات. اول ما عرف اني حامل هرب نضلة. يا بنت حرام عليكي صحتك، دي 5 مرة هتعملي فيها اجهاض. جرى ايه يا ممدوح؟ هو انت فاكر نفسك دكتور ولا ايه؟ مش حال ما كناش عارفين ان انت فاتح العيادة الامورة دي تحت بير السلم. بقول لك ايه، انا لازم اعمل العملية دي، ولو انت ما عملتهاليش هعملها عند اي حد تاني بره، بس يكون في علمك انا لو عملتها بره قول على يد الجميلة المقرفة دي يا رحمن يا رحيم في الباي باي، وانت يا عالم هتكون فين؟ جرى ايه يا هيام؟ انت كل مرة تصدقي كده؟ ده انا بهزر معاكي. أيوة. الله. ايوه بقى كده اهو، يلا خلصنا. انا عندي ليكي الحل. بصي، انت هتاخدي البرشام دوت كل يوم لمدة شهر، والحمل هيسقط خالص. انت متأكد يا دكتور ممدوح انك انت دكتور؟ امال ده انا دكاترة الدكاترة. اصل انا عارف ان ده مسكن. ايه ده؟ وريني كده. لا مش هو ده يا هيام، الحل النهائي معايا اهو. انا بقول برضه. بصي، كل يوم لمدة شهر الحمل هيسقط على طول. ايوه ده ماشي، شهر وهجيلك. عارف لو ما حصلش دي في دماغي عرفتك دي في الباي باي. ماشي، سلام يا دكتور ممدوح. سلام يا هيام. لا لا لا، كله بيخلص عندي، ده انا دكتور جامد قوي. هو مين تاني دكتور جامد؟ انا هوديك في داهيه. قلت لي شهر اديني خدنا وخلص ومفيش اي نتيجه. ايه بقى؟ اهدي طب اقعدي دلوقتي هنشوف الحوار ده. اقعدي دلوقتي يا هيام. مستحيل اللي بيحصل ده، يعني ده انا مديك اقوى نوع. انا مش مصدق اللي قدامي ده. اقوى ايه؟ مفيش حاجه جديده حصل، وبعدين مش هينفع، انا كده شغلي بيضيع، انا عماله اتنفخ، مش هينفع. لا مش هينفع يا هيام. انا لو اديتك ادويه تانية غير اللي بديهولك ده هيشوه الجنين اللي في بطنك. ما يتشوه ولا يموت هعمل له ايه؟ انا اهم حاجه عندي مستقبلي، وده هيضيع لي مستقبلي. ولا انت شكلك خلاص ما بقتش شاطر؟ بقول لك ايه يا هيام، انا ما بتحددش ولو عايزه تموتي اللي في بطنك دوت اطلعي بره عند اي حد موتيه، لكن انا متابع حالتك من زمان وما ينفعش اموتك بايديا. ضمير المهنه ما يسمحش بكده. ضمير ايه يا ابو ضمير؟ هو انت صدقت نفسك انك دكتور بجد ولا ايه؟ بقول لك ايه يا هيام، انا يمكن اكون دكتور فاسد، لكن قبل ما اكون دكتور انا بني ادم، ولو حد اتخلصت من اللي في بطنك دوت انتوا الاثنين هتموتوا. ايه؟ بتقول ايه؟ اموت؟ لا ما ينفعش، انت لازم تلاقي لي حل، لازم تتصرف. هو ما فيش حل، هو ربنا رايد ان اللي في بطنك ده يجي الدنيا، واحنا بصراحه مش هنقدر نعارضه. بقول لك ايه يا دكتور ممدوح، انا سمعت كلامك وسبتها الوقت ده كله معايا، خلاص كفايه عليها كده. خد البت دي، وقفت شغل كتير قوي، الدنيا كلها بتروح مني. يا معلم زينهم، تعالى لي بسرعه عشان عايزك. سلام. ولا دوحة حبيبي الدكتور وش يا زينهم. العفيف اخلص المخيف الشريف يا لطيف يا لطيف حبيبي. ولا زمان يا دوحة. اخيرا رجعت تشتغل في العيال الصغيرة تاني. لا يا عم مفيش الكلام ده، المره دي غصب عني. ام البت دي جابتها لي ورمتها لي ومشيت ومش عارف اعمل ايه، فقلت اكلمك بقى انت اللي هتنقذني في الحوار ده. يا خير ما فعلت. انت عارف يا دوحة، ده اكتر قرار صح عملته في حياتك. خلي بالك السن ده ناقص في السوق وكنا محتاجينه يعني. ايوه بس اوعى تاخد البت دي يا زينهم وتروح تشغلها في التسول والسرقه والعيال بتوع الشوارع والكلام ده. لا يا عم، تسول مين؟
انا خلاص تبت توبه نصوحه. ده انا باخد العيال دي واديهم للناس يا عيني اللي ما بتخلفش، الفقراء المساكين يا عيني يا رب، فبحتاجوهم يعني ويربوهم. اذا كان كده ماشي، خد البت اهي. بسم الله. ايه اللي في وش البت ده؟ معلش، اصل امها كانت بتاخد ادويه كتير وهي حامل فيها عشان تسقطها، فعمل لها شويه تشوهات كده يعني. شوهات ايه يا دوحه؟ انت مديني بنت اكسباير منتهى الصلاحيه، ودي ما شاء الله بقى طالب فيها كام؟ ايه يا جدع كام ايه؟ انت مش قلت رايحه الناس وخير وقعدت تعيط لي من شويه؟ بس بقى يا عم، بس عشان صوتك العالي عالي في البيت. معلش يا نونو معلش، انت عارف عشان نصايحك الغاليه دي انا هسمي البيت الغاليه. معلش يلا بينا نمشي، يلا. سلام يا دوحه، ربنا يكتر من امثالك. خلي بالك منها يا زينو. معلش يا نونو. زينهم خدني أعيش عنده وسجلني في شهادة الميلاد على اسمه، علمني السرقة والتسول، نزلني من صغري خدمة في البيوت. ما كنتش لوحدي اللي بيعملني كده، كان معايا عوض وعطية. عوض كان مغلوب على أمره زي حالاتي، لكن عطية كان قاسي ومفتري زي زينهم. زينهم كان بيحب عطية لأنه أكتر واحد بيسمع كلامه وطبعا بيجيب الفلوس، لكن أنا وعوض ما كناش بناخد من زينهم غير ضرب وإهانة وقلة قيمة، لغاية ما مات زينهم وافتكرت إني هعيش في هدوء واحترام. لكن اللي حصل كان أسوأ من اللي في خيالي. فين اختك يا؟ نايم، هذه منها. طب روح روح انده عليها، يلا يلا. غالية غالية. ايوه عايزين ايه؟ جرايه يا ست غاليه، الايراد بتاع الاسبوع مخس عليه. اعمل لك ايه يعني؟ الاشاره اللي انت موقفني فيها ما فيهاش شغل. جرايه بنت زينهم، الاشاره اللي ما بقاش فيها فلوس ولا انت بقاش عندك ضمير في الشغل؟ شغل؟ هو اللي انت مشغلنا فيه ده اسمه شغل؟ الشحاته والضحك على الناس بقى اسمه شغل؟ وانت عايزه واحده بشكلك المنيل ده اشغلها في ايه؟ ده انت حتى شغل البيوت مش نافعه فيه، العيال الصغيره بتخاف منك. شكلي؟ ماله شكلي؟ تشكر لذوقك. على العموم انا مش هرد عليك عشان انت اخويا الكبير وفي مقاوى ابويا الله يرحمه. لا فوقك من السكه الحنينه دي، ما بتاكلش معايا. انا ابويا وامي واخويا الجنيه، هتجيبي لي الجنيه احطك على راسي، غير كده هبوس عليكي برجليا. لا انا مش هستحمل منك اكتر من كده. قولي عايز ايه وخلص. قدامك حاجه من الاتنين، يا ترجعي تشتغلي في الاشاره وتجيبي لي فلوس زي زمان، تشتغلي مع المعلم اوراني في شقه نص الليل، كده كده الناس بتبقى سكرانه ومحدش ياخد باله من خلقتك دي. انت مش بني ادم، ادي ناس ينطوا من لحمه مع اوراني، انت مجنون.